أسلفنا القول كيف لنا بأخلاق أن نبني أمة. سبحان الله، القرآن هذا خاطب المؤمن على حسب إيمانه، وخاطب الكافر على حسب كفره، وخاطب الملحد على حسب إلحاده، وخاطب القني، وخاطب الفقير، وخاطب اليهودي، وخاطب النصراني، كل على حسب فهمه، وخاطب العالم وخاطب الجاهل. الله جل جلاله أخبر المؤمنين أن مسألة الأرزاق ومسألة القوت ترتبط بالعبادات. قال سبحانه في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا سمع المؤمن هذه الآيات انشرح صدره واطمأن لرزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يطمئن لهذه الآيات. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكن قد يسأل العلماني، وقد يسأل الشيوعي، وقد يسأل الملحد، وقد يسأل الكافر: نريد أسبابا حسية معنوية وأن تثبت لنا أن الأخلاق ترفع الأمة. إن القرآن خاطب هؤلاء لما خاطب الملحد الذي زعم أنه خلق من غير شيء. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كلام عقل يا مولانا، لكن دايرين دروب عملية حسية. تحدث القرآن عن الدروب العلمية الحسية لما أراد أن يخاطب من يعترفون بالمادة والمحسوس. قال سبحانه لداود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه صنعة لبوس. أخبر من يريد المحسوس أن القرآن والدين سنة كانت أو كتابا فإنها تعترف بالعمل ولا تشجع على العطالة والبطالة أبدا. دين الإسلام دون عمل، بل تحدث عن الصنعة منذ أكثر من 1400 عام. لما أراد أن يخبرنا على لسان نوح أن هذه الأمة تقوم على العمل والإنتاج والشيء المحسوس بعد العلم، قال لنوح: واصنع الفلك بوحينا وأمرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وكان لله جل جلاله أن يأخذ نوحا عليه السلام كما أخذ رسول الله إلى السماوات بالبراق، ولكنه أراد أن يخاطب العلماني والشيوعي ومن يتهم دين الإسلام بأنه ليست بدين علم، يخبره أن دين الإسلام هو دين العلم والإنتاج ودين العمل. لذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث واحد يتحدث عن الأخلاق. أنا أرى هذا الحديث لو طبقه المجتمع الآن السوداني المسلم لرفع الله عز وجل اقتصاده ولرفع بلاده. قال عليه الصلاة والسلام في مسألة الصدق، تحدث أولا عن الصدق عموما. وإخواننا الصدق بيبني اقتصاد. أسأل إحنا الآن بالأمثلة البسيطة. ربنا قال: لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نشتري من النصارى ومن الأقباط كفار في بلاد الإسلام، حقيقة مرة ولكنها موجودة في بلاد الإسلام. الصادق عندنا يهودي أو نصراني نشتري منه في الأسواق، ولا نشتري من المسلم لأننا نراه غير صادق. إن البلاد بلاد الكفار التي أعجبت المسلمين الآن والله ما نمت ولا تطورت إلا لما أنها أخذت أخلاق الإسلام أو بعض أخلاق الإسلام مما تنتفع به في ارتفاع اقتصادها. كانوا صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الصدق هو للمسلمين. أولم يقل عليه الصلاة والسلام: وهي من أعظم الأخلاق من غش ليس منا. سئل عليه الصلاة والسلام: أيذني المؤمن؟ قال: نعم. قد يخطئ ويذنب. قالوا: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب المؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يكذب. لذلك وضع لنا قاعدة في البيع والشراء والتجارة والاستيراد والتصدير مبنية على صدق. البيعان بالخيار
ما لم يفترقا